بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد الذي تعبأت به جميع الإمكانيات الطبية واللوجستيكية للتكفل بضحايا حادث انهيار 3 عمارات أمس بحي بورغون، تفقد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمصحة طب العظام أحوال الجرحى المصابين الذين يتلقون العلاج. واستفسر جلالته خلال هذه الزيارة ذات الدلالات المعنوية الفائقة عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان العلاج في أحسن الظروف. أوامر سامية أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فور حدوث الحادث المفجع إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين. فبتعليمات سامية تعبأت كل الإمكانيات الطبية للتكفل بالجرحى والعناية بوضعيتهم الصحية، كما تم خلق خلية لاستقبال أقارب